ده منتخب مصر، هي دي لعيبه مصر، هي دي اللعيبه اللي بتحمل تيشيرت مصر اللي واخد 7 بطولات. مصر النهارده لا لون ولا طعم ولا ريحه، عملت لنا حاله نفسيه سيئه. احنا لسه شغالين في افراح ماتش الكوتيفوار، خدنا على قفانا من السنغال عشان لسه عمالين نمجد ونفرح بالكوتيفوار. ناس كتير راح لاذهانها ان احنا خلاص خدنا افريقيا بعد ما كسبنا الكوتيفوار 3-2. النهارده اما تشوف محمد هاني ما ينفعش يلعب حتى مركز شباب، فتوح ملهوش اي دور في المباراه. يا كابتن حسام اللي خلاك تلعب ب5-3-2 يعني مالي نص الملعب؟ طلع محمد هاني ونزل مكانه واحد زي ما طلعت فتوح ونزلت مكانه تريزيجيه. بذمتكم يا جماعه منتخب مصر يقعد الدقيقه 85 عشان يحصل على كورنر، بلاش الا فرصه واحده بتاعت عمر مرموش. هتقول لي السنغال، بس السنغال خلاص واخدانا رايح جاي للمره الثالثه على التوالي. السنغال تطلعنا من تصفيات كاس العالم، تطلعنا من افريقيا في النهائي، النهارده بتطلعنا من المغرب في الدور قبل النهائي. منتخب مصر النهارده ما قدمش اللي يستاهل عليه انه يكسب. الكره الثانيه بتتاخد مننا، اللعيبه نازله خايفه. رجعنا لسنه 90 زمان ايام الجوهري، اعملوا حيطه وقفوا ورا وربنا هيكرم، ومدد يا مدد، شد حيلك يا بلد. عايز اقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، صلاه عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم احبائي واعزائي عشاق الكره مع محترم بفيديو جديد. النهارده هنتكلم عن خروج المنتخب المصري للمره الثالثه، كلين شيت ثالث مره امام المنتخب السنغالي. لكن قبل ما نتكلم عن المباراه عايز حضرتك تعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين. النهارده الشعب المصري والجمهور المصري حاله من الاحباط، حاله من اللامبالاه. النهارده كلنا متضايقين، ما اتضايقناش عشان احنا اتغلبنا، اتضايقنا عشان احنا ما اديناش، ما لعبناش بربع جنيه كوره. النهارده منتخب مصر ما فيش فرصه حقيقيه لمنتخب مصر. النهارده ساب الاستحواذ وسايب السيطره للسنغال، بس ما فيش تكتيك، ما فيش كوره اتلعبت كاننا احنا كسبانين المباراه من قبل ما نلعبها. او الكابتن حسام حسن من اول المباراه بيلعب على ركلات الجزاء وشغال ورا على راي الفيلم اياه، والله 8 سلاحي اقف انا ورا، اعمل حيطه، اقفل الجناب. محمد هاني لولا ستر ربنا كان دخل فينا جول واثنين وثلاثه منه. مباراه ما فيهاش اي فرصه حقيقيه. مرموش، صلاح ما لهمش اي وجود في المباراه. النهارده الكابتن حسام حسن كان خايف ليه من السنغال، ما لعبش ليه كورته الحقيقيه. ليه بعد ما احنا دخل فينا جون حسينا المنتخب حلو، نزلت مصطفى محمد ونزلت زيزو، وفي اخر 10 دقائق حسينا منتخب مصر ليه شكل. طب ليه من الاول لازم يخش فينا جون عشان نعمل كده؟ الجون دخل فينا في اخر 10 دقائق، ما لحقناش نلم نفسينا. هتقول لي مصر ادت اداء مشرف، هتقول لي مصر عملت بطوله حلوه، هقول لك ما عملناش حاجه. دي مصر اللي واخده 7 افريقيا. حرام اللي بيحصل في الشعب المصري. رغم الكابتن حسام حسن ما عملش الا مباراه الكوتيفوار اللي احنا فرحنا واتنططنا، ودي كانت السبب الوكسه وسبب النكسه. النهارده اللعيبه نازله مش فايقه، مش حاسه بقيمه المباراه الا خط الدفاع اللي ممكن نشكره. نشكر حسام عبد المجيد الصراحه النهارده اللي عمل مباراه على اعلى مستوى، بالاضافه لياسر ابراهيم ورامي ربيعه يعتبر خط الدفاع. امال انت يا كابتن حسام بتلعب ليه ب5 ورا؟ المفروض الباكين يبقوا طايرين، المفروض احمد فتوح يطلع لقدام، المفروض محمد هاني يطلع لقدام. محمد هاني ما بيلعبش غير الكره لورا، ما بيعرفش يباصي لقدام. النهارده شفنا مصر لا لون ولا طعم ولا ريحه. كلنا متضايقين مش عشان اتغلبنا من السنغال، عشان احنا ما اديناش كوره بربع جنيه. النهارده منتخب مصر ما يشتغلوش حتى يتعشوا في غرف الملابس على اللعب اللي لعبوه. الكره الثانيه على طول مقطوعه مننا، احنا في نص الملعب وواقفين ورا، ما بنعملش اي جمله تكتيكيه. احنا لما نروح كاس العالم هنعمل ايه لو قابلنا المانيا ولا قابلنا الدنمارك ولا قابلنا البرازيل ولا قابلنا فرق المكسيك ولا قابلنا فرق من امريكا الشماليه ولا امريكا الجنوبيه ولا اسيا؟ احنا كده هنبقى ملطشه في كاس العالم على
الوضع اللي احنا شايفينه عندنا لعيبه كتير مميزه، عندنا لعيبه كتير حلوه. تبص على قيمه اللعيبه، مرموش في السيتي، صلاح في ليفربول، امام عاشور لعيب حلو، مصطفى محمد لعيب حلو، تريزيجيه جاي من رحله احتراف قويه، لعيبه كتير حلوه. زيزو احسن لعيب في مصر هو الاصل، لكن ما طلعش زيزو النهارده هو الاصل. الكابتن حسام حسن تاخر في التغييرات ليه؟ لانه هو كان مستني ان يخش فينا جون وبعد كده يغير. النهارده منتخب مصر خيب املنا النهارده، الشعب المصري كله كان مستني فرحه ونوصل للنهائي، لكن ما زالت فرحه كوتيفوار مغطيه علينا. هل اللعيبه خذلت حسام حسن ولا حسام حسن ما ذاكرش مباراه السنغال زي مباراه الكوتيفوار؟ لكن عموما نروح ونيجي ونقول هارد لك للكابتن حسام حسن. خلاص الكابتن حسام حسن عمل اللي هو عايزه، وصل لقبل النهائي عشان العقد بتاعه اللي هو متعاقد فيه مع اتحاد الكوره. لو وصل قبل النهائي هيدرب مصر في كاس العالم، فمش فارقه معاه مباراه السنغال. ما لعبناش النهارده مباراه السنغال بحميه، ما سعيناش للمكسب، سعينا للتعادل، فعشان كده اتغلبنا. منتخب مصر النهارده صوتيني وصرخي عليا زي ما بيقولوا بالصعيد، النهارده حاجه يعني ما استمتعناش، ما فيش فرصه، ما فيش هجمه، ما فيش لمه، ما فيش اي حاجه، كله دفاعي في دفاعي. فكرنا بالجول سنه 90، فكرنا بجوزيه مورينيو ايام الانتر في 2010، بس جوزيه مورينيو خد دوري ابطال اوروبا بالدفاع، لكن احنا ما خدناش حاجه. والسنغال ما زال كعبها عالي على منتخب مصر وشكلها هتعمل عقده لينا. لكن في النهايه لازم نقول هارد لك للشعب المصري، هارد لك للكابتن حسام حسن، هارد لك للعيبه. وشكله كده القادم مش افضل بعد التنبؤات، وكلنا قلنا مصر هتروح في حته تانيه. عايز اقول لحضراتكم حاجه مع محترم، مفيش حاجه هتفوتك. شكرا ليكم، سلام عليكم.